احسن طريقه لتخزين الخضار، عايزه تحطي خضار في الفريزر، عايزه تحطي خضار في التلاجة، طبعا كل حاجه ليها قواعد بس سهله وبسيطه جدا مش اي حاجه. اول حاجه طبعا كل خضار بيبقى ليه درجه سوى او درجه حاجه معينه عشان احفظه بيها. يعني مثلا لو انا عايزه احفظ البسله، عايزه احفظ القلقاس ده بطريقه وده بطريقه تانية خالص. القلقاس ده انا ما بعملش فيه اي حاجه، ان انا بقشره واقطعه واروح حاطاه في اكياس واحطاه في الفريزر. البسله والخضار اللي شبهها ده لازم بقى زي مثلا الباميه كمان، لازم بعمل لها صدمه. يعني ايه صدمه؟ يعني بغلي ميه وانزل فيها الخضار واطلعه انزله في ميه فيها تلج. دي احسن طريقه لتخزين الخضار. طب لو عايزه احط الخضار في التلاجة، الخضروات وتفضل طازه، مهم جدا ان انا لازم افصلها عن بعضها. افصلها عن بعضها بايه؟ بمناديل ورق. احط مناديل المطبخ دي بين كله اي نوع خضار بقى، خضروات، خضار طازه، اي حاجه. مهم جدا ان احنا نفصل بعيد عن بعضه. مناديل ورق، طبقات من خضار، وخلاص كده.